نحييكم أعزائي المشاهدين ونقدم لكم أخبار السودان اليوم. تدشين برنامج فرحة العيد للأيتام بولاية الخرطوم. دشن والي الخرطوم بحضور وزير الشؤون الدينية والأوقاف ومدير عام وزارة التنمية الاجتماعية برنامج فرحة العيد للأيتام والأرامل، وذلك بمقر وزارة التنمية الاجتماعية. الجيش السوداني يسيطر على سوق ليبيا بأم درمان ويتقدم بولاية الجزيرة. قال مصدر عسكري أن الجيش يسيطر على سوق ليبيا في غرب أم درمان في إطار مواصلة التقدم في أنحاء متفرقة من العاصمة الخرطوم. صورة محمد بن سلمان والبرهان في الحرم المكي تثير تفاعلا كبيرا. أثارت صورة تجمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وقائد الجيش السوداني البرهان تفاعلا واسعا على مواقع التواصل لأدائهم للصلاة في المسجد الحرام ليلة 29 من شهر رمضان. البرهان لا تراجع عن هزيمة الجانب الآخر بعد التقدم غير المسبوق الذي حققه الجيش السوداني وإعلان سيطرته على كامل الخرطوم. أكد البرهان إنه لا تراجع عن هزيمة وسحق قوات الجانب الآخر، وأكد قواتنا المسلحة تقف على مسافة واحدة من جميع السودانيين. إعادة إعمار الدولة ما زالت تحتاج لجهود إضافية.